السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم فيديو جديد هو تعلم الرسم. اليوم نرسم عندنا صورة إن شاء الله أخلي لكم إياها بالوصف أو بالتعليقات ورسموها، نقلوها مثل ما راح أرسمها أنا، مثل ما أنا راح أرسمها ترسموها. الصورة عبارة عن شيشتين عطر، وحدة شكلها اسطواني والثانية تقريبا مربع. هذين الأشكال البسيطة إخواني ومتابعينا الكرام، طلابنا تبدي بيهن هن أساسيات للأشكال المعقدة، مثل شكل البشر، تكرمون شكل الحيوان، الطبيعة. فأنت إذا تريد شلون ما نقول تضبط الرسم وتصير رسام درجة أولى، لازم تبدي بذن الأشياء البسيطة، تبدي بالرسومات البسيطة، بالأشكال الهندسية، بالأشكال يعني البسيطة جدا، حتى تقدر تتطور ايدك وترسم الاشكال الصعبة. ليش؟ لانه انت من تبدي بالاشكال البسيطة، انا ما اريد اطول الفيديو طبعا اخواني، انت من تبدي بالاشكال البسيطة راح تجيب الشكل مثل ما موجود بالطبيعة، مثل ما موجود هو، راح يصير عندك حافز ودافع راح تكمل بالرسم. بينما اذا تجيب لك شكل معقد او تريد ترسم مثل بورتريت شخص انسان، اي شخص مثل والدك والدتك تريد ترسمهم وانت بعدك ما يعني ايدك بعدها مو قويه بالرسم، ما راح يجي عندك رسم بصوره صحيحه، راح يصير عندك، راح يصير عندك ملل وتترك الرسم وتعوفه وتقول في ما لا للرسم. فانت حاول اذا عندك وهيس او هوايه او مثلا مثل ما نقول موهبه بالرسم وتريد تستغل هاي الموهبه، لازم تبدا في البداية بالأشكال البسيطة وتطور نفسك بهاي الأشكال البسيطة، ترسمها مرة اثنين ثلاثة، قد ما تقدر ترسمها ارسمها، حتى لو مثل 100 مرة ترسمها. حاول دائما أن تشوفها تجي بالصورة طبق الأصل مثل ما موجودة هي بالواقع. يعني أنت بحيث أن تباوع للصورة وتباوع للرسم مالتك تشوفها تقريبا ماكو أي اختلاف، نفس الشيء. بذاك الوقت راح تطور نفسك أكثر وترسم أشكال مختلفة، وشوي شوي إلى أن توصل تصير موهوب برسم. الفيديو طبعا راح يصير طويل، أنا ما أريد أطول الفيديو. نبدي نبلش. أول شي نحتاج أدواتنا مثل ما كل مرة، قلم رصاص الاتش بي مبين، مو الاتش بي، البي 8 عفوا، البي 8 اتش بي نفس الحالة، مساحة ومقطاطة هاي مثل ما موجودة، والستاند أوراق رسم. ونبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبدي بالشكل تقريبا مثل ما نقول الشكل المربع بهاي الصورة. طبعا الفيديوهات أنا لا أمنتجها ولا يعني أضيف عليها، ولا نفسيتها أصورها أرجع أضيفها بالقناة بدون مونتاج وتعديلات. هاي الفترة إن شاء الله بالأيام القادمة نحاول نرتب الفيديوهات والصورة أكثر، فأنتوا استغلوا هاي الفرصة من ما أنا أمنتج فيديوهات. حتى الخطوات مثلا يصير عنده خطأ تقولون أنتوا نفسيتها شنو، تعدلوها وترسموها بصورة صحيحة، وبنفس الوقت تتيح لكم فرصة أنه ترسمون الرسم مثل ما موجود بالواقع، يعني مثل ما هو، مثل ما أنا قاعد أرسمه. يعني مثلا من يصير عنده أخطاء وأمسحها وأوخرها بالمونتاج ما راح تبين عندكم، ما راح تتعلمون. بينما إذا أرسم الرسم هيك بصورة مباشرة ويصير عنده أخطاء وأرجع أمسح، ويصير عنده أخطاء وأرجع أمسح، راح تعرفون، راح تتعلمون شنو الخطأ وتحاولون تعدلوه. مثل ما أنا قاعد أعدل الأخطاء تصير عندي، توصل النتيجة إن شاء الله مرضية وبسيطة. طبعا دائما تحاول تخطط حتى الأشكال الهندسية، حاول تخططها بإيدك، لا تستخدم المسطرة، لا تستخدم المسطرة بالبداية، حتى شي يصير عندك، حتى إيدك شوية تقوى على الرسم. حاول تخططها بإيدك، لا تستخدم المسطرة. عادي بنتمسح الرسم مرة اثنين ثلاثة
ماكو أي مشكلة إلى أن توصل النتيجة اللي أنت تريدها. طبعا هذا الستاند اعذرونا طبعا هنا لما نغيره لأن احنا صايرين رسامين. طبعا هنا لما غيره هذا الستاند نتجاوز الرسامين لأن مضايقني وما قاعد يخليني أرسم براحتي، يخليني أتأخر بالرسم، بس ما قاعد أحصل ستاند ستاند مثل ما أريده، يعني ما قاعد أحصل. هو هذا الخط أنا وجه من بسبب الستاند الموبايل، لأن الموبايل قاعد أصور وصاير بصف الورقة مالت الرسم. هذا اللي شو سويت نسحن. يلا شفنا يعني أشكال بسيطة وياخذ من عندنا العفو وقت يعني كلش هواي، وإضافة جهد يلا نقدر نجيبهم مثل ما هن موجودات بالطبيعة، لأن الرسم مو شي سهل ترى يا أخوان. يعني أنت من تريد تحترف الرسم وتتعلم الرسم أو تضبط الرسم، هذا الشيء يعني تتصور أنه شيء بسيط إذا ما عندك يعني موهبة. لازم ممارسة، وطبعا هي مو بس هاي، يعني احنا ما نريد نطير وهسكم، يعني شكو عمل انت تمارسه بوقتك هذا هو يحتاج له جهد وتعب وممارسة وشو ما نقول استمرارية، يلا يطلع يعني بالمرور الوقت تطلع عندك نتيجة مرضية.
طبعا هذا اللي هنا طبعا تاخذ راحتك، تشرب عصير شاي، وتظل تستمتع بالعمل مالتك وترسم على كيفك إلى أن تجيب النتيجة المرضية اللي أنت تريدها. مو شرط تكمل العمل إلا بدقيقتين أو 3 دقائق، لا، أخذ وقتك وكمل العمل على كيفك إلى أن توصل النتيجة اللي أنت تطمح لها. هواي أكو رسامين باليوتيوب يرسمون خلال طبعا 3/4 هم من يرسمون ياخذون وقت، هو ما يرسم لك الرسم خلال 5 دقائق، لا، ياخذ من عنده وقت تقريبا نص ساعة ساعة، لكن بالمونتاج يسرعه أو مثل يقص من عنده أو غير، يعني بالمونتاج الفيديو يحاول يختصر لك الرسم. فتتصور إنه رسومات الرسم على اليوتيوب، من تشوف رسومات على اليوتيوب سريعة، إنه هذا الرسم مثلا رسم لك فلان شخصية خلال دقيقة أو دقيقتين، ماكو شي، يعني أكو إمكانيات رسامين صحيح، بس هذه الإمكانيات يعني شو ما نقول قليلة محدودة كلش. الرسم يحتاج له وقت يا تقدر تبدع به. هنرسم قبل لا يصير الفيديو طويل كلش، هنرسم الرسمة الثانية. هذا الثاني طبعا أنا أقدر أستخدم المسطرة وأمنتج الفيديو وأكمل الرسم خلال فترة قصيرة، بس ماكو فائدة، احنا نريد نتعلم، لازم نرسم بصورة بطيئة حتى الأخطاء صعد نرجع نمسحها، ماكو أي مشكلة، إلى أن نشوف الرسم مالتنا إجا بصورة تقريبا يعني مرضية إن شاء الله. طبعا الرسم كل ما تستعجل بالرسم احسب حسابك انت الرسم مالتك ما راح يطلع بصورة صحيحة، كل ما تستعجل بالرسم كل ما يصير الرسم مالتك مو صحيح، يعني مو مطابق نفس ما انت تشوفه بالحقيقة بالواقع.
طبعا اكو ادوات حمات رسم مفيدة، يعني تقوي السهل من الرسم مالتك وتفيدك ان شاء الله بالايام القادمة. راح اجيبها، اقدر اذا قدرت مثلا اشتريها واقدر لكم بيها ان شاء الله. بس نريد احنا الدعم بهاي القناة، لان بيها التفاعل صاير كلش يعني ضعيف وقليل، التفاعل كلش قليل، فاحنا نريد الدعم، وهي ان شاء الله قناة بها فائدة للجميع ان شاء الله. هاي تقريبا نفس ما موجود الصورة، بس هاي ما عجبتني. مثل ما موجودات طبعا. هاي هنا صايرة موجودة. هذا الأطم طبعا. هذا التفضيل اخوان بعد يضيف هواي للصورة، هواي يضيف للرسم. بعدين ان شاء الله بالدروس القادمة راح نرسم رسمات كاملة من ضمنها التظليل، ورا ما ندخل ورا ما تصير ايدنا مضبوطة بالتخطيط ونتقن التخطيط، يصير التخطيط عندنا شيء بسيط ان شاء الله نستخدم التظليل. هاي الصورة، هاي الصورة، هاي وبهاي الصورة كملنا تخطيطات اليوم. بنهاية هذا الفيديو اخواننا متابعينا الاعزاء، لا تنسون قناتكم وقناة اخوكم حيدر الجنابي من اللايك وتفعيل زر الجرس حتى يجينك الفيديوهات البقية، كذلك الاشتراك بالقناة والمشاهدات اريدها فد 10 مليون 15 مليون، يعني يكون اول دقيقتين فد 20 مليون، وخيركم سابق ان شاء الله متابعينا الاعزاء. يلا اشوفكم خير حبايب في امان الله.